السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا الحلقة السابقة عن رحيل بني هلال من نجد، ووردنا القصايد حقة العدود، ووردنا قصايد اللي تثبت أنهم رحلوا من نجد. أثناء مسيرهم أضافوا الخفاجي عامر، استأذنوا منه بأنهم ينزلون عنده ويقعدون عنده فترة من الزمن. فعلا نزلوا عنده وجلسوا عنده فترة من الزمن، وعندما استأذنوا بالرحيل قرر الخفاجي عامر أنه يروح معهم. حاولت أمه أقنعته، المهم عجزت فيه. يوم شافت أنه ما عاد في حيلة ولا عاد تقدر أنها ترده، قال بروح معهم. قال ماني بجالس. حاولت فيه ما قدرت. وقامت يوم شافت أن ولدها مصر على أنه يروح مع بني هلال، أخذت ذاك الحمة وتوجهت البيت الشيخ حسن بن سرحان. توجهت إلى بيت الشيخ حسن بن سرحان. عندما دخلت البيت وجدت كبار بني هلال مجتمعين، فقالت من ياخذ هذه اللحمة، طبعا هي اللحمة طبختها في بيتها وأخذتها معها، قالت من ياخذ هذه اللحمة ويأكلها ويطلع حلالها من حرامها. سكتوا كبار بني هلال، فقام الفارس ذياب بن غانم واخذ اللحمة وأكلها. بعد ما أكلها طلع اللحم اللي في السنون وقال هذا حرامها. قالت أم الخفاجي عامر قصيدة توصي على ولدها، توصي الفارس ذياب على ولدها. قالت في قصيدتها، قالت شويلة شال هالبين والبنا، جرحي على كل الأباد فني، أو هني الناس في نوم العشاء، ونومي على سلم وشوك نقيع. ألا يا ولدي ما جابنا البيض مثله، وليعتلى في سرج كل طليع. ألا يا ولدي حاكم 80 قرية، مكيالها مد العراق يريع. حدث على البيال لا يغلقونها، من خوف حتى شلخل لا يضيع. غدا به 3 من بنات العامل، رهف الثنايا وصله الرفيع. غدت بهايا والصنوت زينه، وقلب الفتى بين الثلاث يضيع. هو وديعك ذياب بن غانم، حيث وديعك ما هو بي وديع. فرد عليها ذياب بن غانم وقال وديعي من الحوفات والجوع والظما، صواديف بقع مالهن وديع. فمشوا، ومشى الخفاجي عامر مع بني هلال حتى وصلوا مشارف تونس. يوم أقبل على تونس اختلفوا من يقعد عند البل. كان الفارس ذياب بن غانم يعد 100 فارس، فاختلفوا انهم يحطون ناس عند البل. المهم وقع الاختيار على ذياب بن غانم وعلى انه يقعد عند البل حاله، فخلوه عند البل. كانت تونس عليها سور، فيوم وصلوا السور اختلفوا من يتكلم، فوقع الاختيار على أبو زيد، على أن أبو زيد هو اللي يتكلم. في يوم فتحت الأبواب ودخلوا، قال أبو زيد سلاما على الشبان والشيب والقنا، سلاما على الشبان والشيب والقنا، سلام منا يا ذياب المغارب، سلاما على الشبان والشيب والقنا، سلام منا يا ذياب المغاربة. هذا يقوله أبو زيد. فقال الزناتي لا هو بلا هلا ولا هو مرحبا، منين جيتوا يا كلاب الشعايبة. فقال أبو زيد صيروا لنا حضر وحنا بدو لكم، نرعى سوا والعش بسابن بسايبة. فقال الزناتي يا العبد يا الخنزير يا مخي، فقال الزناتي يا العبد يا الخنزير يا مخ زلقفة، وش بك تكلم كان الأسود غايبة. يقصد وين الشيخ ما يتكلم حسن بن سرحان. فقال أبو زيد بعد ما غضب أنا كفيلهم في هذه ومثلها، ولجا نهارا كاثرات النشايبة. غير الوعد من بيننا شرق قابس، من غاب منا حسن الموس شاربة. بإذن الله الحلقة القادمة نكمل بقية القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.